أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. حلقة النهاردة من غير عنوان. في حلقات بيبقى صعب عليا إني أترجم إحساسي لكلمات. أوقات كتير بتخني الكلمات، وأوقات أكتر مش بلاقي الكلمات المناسبة. والحلقة دي بالذات أنا مش قادرة أكون راضية عنها ولا حاسة إنها بتعبر عن إحساسي بشكل كامل. كتبتها من شهور وكنت مترددة جدا إني أنزلها، وحاسة إن لسه جوايا كتير أقدر أقوله، بس مش قادرة أعبر عن مشاعري، وحاسة إني ممكن أندم لو نزلتها لأني مش راضية عنها، وبرضو خايفة إن الوقت يمر وأندم أكتر إني ما نزلتهاش. وأخيرا قررت إني هنزلها، على الرغم من إنها بالنسبة لي لسه ما كملتش، وما قدرتش أوصل إحساسي بالشكل المرضي بالنسبة لي. بس إني أندم على إني قصرت أفضل بكتير من إني أندم على إني ما عملتش حاجة خالص، فعذرا لتقصيري. أصعب إحساس ممكن تحس بيه هو إحساس العجز، إنك تبقى عاجز عن إنك تفهم كل اللي بيحصل حواليك، فما بالك إنك تقبله أو تقدر تتعامل معاه. لما تبقى الحقيقة واضحة زي الشمس قدامك، وللأسف في ناس بتقولك لأ، إنت شايفها بس في خيالك. بس الحمد لله إنك مش لوحدك، ناس كتير زينا شايفين الشمس، بس للأسف مفيش في إيدنا حاجة نعملها غير إننا نحزن وندعي ربنا إن ينصر الحق، ندعي بنية خالصة، ندعي وإحنا بنتألم لأننا عاجزين عن إننا نعمل أي حاجة تانية، ندعي بنية الاستجابة. يا رب، قد إيه البني آدم مننا ضعيف، قد إيه بنعمل لأمور هايفة قيمة وهي ما تسواش، قد إيه بنحس بالخجل لما بنكتشف إن كل مشاكلنا وهمومنا ولا حاجة قدام اللي ناس تانية عايشاه دلوقتي. حتى فكرة إنك تتخيل اللي هم فيه إحساس صعب، فما بالك لو كنت عايش فيه. ناس بتعاني من القهر والظلم والإبادة، بيفقدوا كل شيء ولسه صامدين واقفين وبيقاوموا، أملهم في الله عز وجل، إيمانهم قوي، إيمانهم فعل مش كلام. أصغر طفل فيهم بيدينا أكبر درس في القوة والإيمان. يا الله، طب إزاي بعد كل ده إحنا لسه عاجزين؟ إزاي حاسين بالإحساس الصعب ده، إحساس العجز اللي هيوصلنا للي أصعب منه وهو الاستسلام؟ لأ، إحنا نقدر نعمل حاجات كتير، نقدر نغير، حتى بأبسط شيء نقدر نعمله وهو الدعاء. نقدر نغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لازم يكون عندنا أمل وما نيأس، لازم يكون عندنا إيمان حتى ولو كان ضعيف. اللي يقدر يغير بإيده يغير، واللي يقدر يقول كلمة حق ويوصل صوته ويغير بلسانه يغير، واللي ما عندوش غير أضعف الإيمان وهو الإنكار بالقلب وكراهية الظلم والدعاء يغير. المهم إن إحنا ما نسكتش وما ننساش وما نحسش بالعجز علشان ما نستسلمش. كل واحد فينا يقدر يغير. اللهم ارحمنا، اللهم قويهم وثبتهم وانصرهم، اللهم انصر الحق يا أرحم الراحمين يا الله. وزي ما الحلقة دي من غير عنوان، برضو هتكون من غير نهاية، لأن لسه في أحداث كتير جاية نتمنى من ربنا إنها تكون أفضل من اللي فات ومن اللي احنا فيه دلوقتي.